ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنكمل الحلقه التانية من سلسله ازاي تحب نفسك. تاني حاجه علشان تبدا رحله التغيير من جواك فعلا هو انك تدي لنفسك فرصه للتسامح، سواء كانت مسامحه نفسك او مسامحه الناس اللي اذتك. خليني اقولك ان مشاعر الغضب والكره تجاه شخص معين ده بيأثر عليك انت في الاساس، لان المشاعر دي بتبقى عامله زي النار، بتفضل تحرق في اعصابك وفي روحك وفي جسمك. المشاعر دي بتبقى مليانة أو بتبقى عاملة زي حمل أو عبء كبير قوي عليك، شايله على كتافك زي شوال مليان كده طاقة سلبية. طول ما انت ماشي في حياتك وماشي في طريقك هتلاقي حاجة بتشدك لورا باستمرار. فكرة التسامح هنا يا جماعة مش معناها خالص ان الامور بينك وبين الشخص اللي اذاك ده، ان الموضوع او الامور هترجع لمسارها الطبيعي او انك تعيد نفس الغلط مع الشخص ده، او ان العلاقة تاني هترجع زي طبيعتها في الاول. لا، فكرة التسامح هنا يا جماعة هو إن أنت هنا بتشيل سموم من جسمك قاعدة بتاكل فيك، بتاكل في جسمك وفي روحك وفي أعصابك، كمان بتظهر على شكل أمراض أو على هيئة أمراض بتفضل تعاني منها طول الوقت. طيب حد يجي يقول لي طيب أنا كده لو رحت سامحته هو هيفتكر إن هو كده انتصر عليا؟ لا بالعكس، المستفيد الوحيد هنا في الموضوع هو الشخص اللي سامح. طيب هو هيفتكر كده إن المسامحة ديت ضعف، اوعى تفتكر أبدا إن المسامحة ضعف. بس خلي بالك ساعتها هنا عقلك هيعمل حيلة، كأنه بيمسك لك العصاية وهيفضل يقولك في شوية أفكار كده حلوة. هيقولك أنت ضعيف، أنت نسيت اللي عملته زمان، أنت مش هتنتقم. فخلي بالك من الأفكار دي ومحاول كمان مش تطوعها. احنا هنسامح الشخص ده، بس في نفس الوقت هنعمل حدود في التعامل معاه. دي أول نقطة بتكلم عليها في فكرة التسامح مع الشخص الأذيك. تاني حاجة بقى في فكرة التسامح هو إنك تسامح نفسك. عشان تعيش فعلا في سلام داخلي من جواك هو إنك تشتغل وتركز على نفسك. بطل تلوم نفسك عن كل غلط بتعمله. سامح نفسك سواء كان عن غلط زمان أو في الغلط اللي موجود في اللحظة دي. ادي لنفسك فرصة إنك تتعلم من غلطك، ما تقفش لنفسك بالمرصاد على كل حاجة بتعملها. خليك رحيم شوية مع نفسك، وما تسمحش لحد ابدا سواء كانت علاقتك بيه او قرابتك بيه او معرفتك بيه ان هو يحسسك ان الغلط فيك او انت دايما اللي بتعمل غلط. لا، ما تسمحش ابدا لاي حد انه يحسسك بالغلط ده وتفضل بقى تلوم في نفسك وتجلد في نفسك. طب وعلى ايه؟ يعني خليك رحيم شوية مع نفسك او ابعد عن الناس دي، خليها تبعد عنك. فمن اللحظة دي خد القرار انه جه الوقت انك تفتح فيه صفحة جديدة مع نفسك. سامح نفسك عن اي غلط انت عملته. خلي بالك هنا برضو عقلك هيعمل حيلة عليك بانه هيفضل يرجع لك في الذكريات المؤلمة وجلد الذات ومشاعر الألم والحرمان. خليك واعي وابدأ ادي لنفسك قرارات جديدة وأوامر جديدة بانك تدخل مشاعر التسامح ديت في عقلك وفي قلبك. معلش الموضوع في الأول بيبقى صعب شوية، هو محتاج شوية صبر ووعي وطبطبة وحنية على نفسك شوية. هتلاقي ساعتها فعلا الدنيا ظبطت معاك والدنيا وبدأت تحب نفسك والدنيا تبدأ تتفتح معاك. ف... فأول حاجة هتطبقها مع نفسك الامتنان زي ما احنا قلنا في الحلقة الأولانية، وتطبق كمان مشاعر التسامح. هتلاقي ساعتها فعلا بدأت تحس من جواك كده ان في سلام داخلي بدأ يدخل جواك يعني. بس دي كان موضوع النهاردة عن التسامح. بس شكرا.